مرحبا بيكم في قناة أطفالنا يتعلمون. هنا هنحكي قصص دينية جميلة بلغة سهلة وبسيطة علشان أولادنا يفهموا ويتعلموا وهم مبسوطين. كل أسبوع في قصة جديدة فيها عبرة وفيها فرصة نتعلم حاجة مفيدة مع بعض. خلي ولادك يتعلموا القيم، الدين والحكايات بطريقة ممتعة ومناسبة لسنهم. مرحبا يا أصدقائي، أنا مبسوط جدا إنكم معايا النهاردة في قناة أطفالنا يتعلمون اللي بنحكي فيها أجمل القصص الدينية اللي فيها عبرة وتعلمنا حاجات مهمة. جاهزين لحكاية جديدة؟ النهاردة هنتعرف على قصة نبي عظيم، قصة سيدنا يونس عليه السلام. كان يا مكان، كان في نبي كريم اسمه سيدنا يونس عليه السلام. ربنا أرسله ناس لبلدهم عشان يعلمهم ويخليهم يعبدوا ربنا، لكن الناس كانوا عنيدين وما كانوش عايزين يسمعوا كلامه. سيدنا يونس سأل منهم وقرر يسيبهم ويمشي بعيد. ركب سفينة كبيرة عشان يسافر لمكان تاني. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا، جت رياح قوية جدا والسفينة كانت هتغرق. الناس قالوا لازم نرمي حد مننا عشان السفينة ما تغرقش، وعملوا قرعة وطلعت على سيدنا يونس عليه السلام واضطر ينط في البحر. وفجأة جه حوت ضخم وبلع سيدنا يونس، بس الحوت ما كانوش، ده كان حفظه جواه بأمر ربنا. سيدنا يونس قعد جوه بطن الحوت والدنيا ضلمة سودة حواليه، ما عملش حاجة غير إنه فضل يدعي ربنا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سمع دعاء سيدنا يونس وأمر الحوت إنه يطلع سيدنا يونس على الشط بأمان. وخرج سيدنا يونس وهو متعلم درس كبير، الصبر وعدم اليأس من رحمة ربنا. ورجع سيدنا يونس لشعبه تاني ولقاهم آمنوا بربنا وعاش معاهم يعلمهم الخير. ودي كانت قصة النبي اللي صبر ودعا ربنا في أصعب وقت. أصحابي، اتعلمنا إيه من قصة سيدنا يونس؟ ما ينفعش نزعل ونسيب مكاننا من غير ما نستأذن أو نفكر كويس. سيدنا يونس مشي من غير إذن ربنا، وده علمه درس كبير. الدعاء ممكن يغير أصعب المواقف. لما دعا من قلبه ربنا أنقذه من بطن الحوت. لما نغلط نعترف بغلطنا ونرجع لربنا. سيدنا يونس قال إني كنت من الظالمين وربنا غفر له.